السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة أنا هقول لكم على وصفة جميلة أوي 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 تطلع الطاقة السلبية، وإن كان حسد، إن كان سحر، إن كان في أي حاجة بالبيت، إن شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. تحفظكم الحاجة دي وتبعد الحاجة دي عنكم وعن ولادكم وعن بيتكم جميعا يا رب العالمين. ايه هما الحاجات دي؟ هنجيب شوية مية وهنقرأ أول سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، وآخر سورة البقرة آمن الرسول 7 مرات، والمعوذتين. وهنمسك المية دي ونمشي في ركان الشقة ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وعلى السراير. ونيجي بعد كده نمسك شوية ملح في كل ركان الشقة ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تمشوا كده بالملح إن شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم وبيوتكم جميعا من الحاجات دي، إن شاء الله يبعد الطاقة السلبية ويجيب لكم طاقة إيجابية ويجمع ما بينكم ويهدي سركم يا رب العالمين. بصي يا حبايبي، أنا هقول لكم على صورة تجمع بين الزوج وزوجته وبين الحبيب وحبيبها وتهدي سركم بإذن الله. نقولها 3 مرات يوميا، اللي هي سورة قل أعوذ برب الفلق. ماشي؟ هنقول الدعاء ده بعد السورة. ايه هو الدعاء بقى؟ اللهم بحق هذه السورة وقوتها وآيتها التي أنزلتها ألن لي قلب فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان وأفلق وضع حبي داخله. اللهم إني أسألك أن تجمع بين حبنا وابعد عنا عين الحاقدين وكيد الكائدين وشر الأشرار، وتجمع قلبي مع قلب فلان ابن فلان وتربط على حبنا، والله أعلى وأعلم. واللي عنده أي استفسار أو أي رؤية يخش على آخر الفيديو من تحت في التعليقات يكتب لي، إن شاء الله أنا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. واللايك يا حبايبي، عندكم كلمة الاشتراك بالأحمر، ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.